ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ جايبه لكم حته فيلم ملوش حل. فيلمنا النهارده اكشن اكشن موت يعني. بيتكلم عن طفل صغير اهله ماتوا على ايد حاكم ظالم، وهو هرب قبل ما يقتلوه، ولما كبر اتعلم الفنون القتاليه وبقى قاتل محترف. مش هقول لكم بقى عمل ايه، تابعوا معايا الفيلم وما تنسونيش في الشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الافلام الجديده. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا فيلمنا سوا. فيلمنا بيبدا مع شاب واقع بين جدارين من الحديد الحاد وبيحاول يقاوم بكل قوته عشان ينجو بحياته. الشاب ده اسمه تشان مينج. تشان كان هدفه يعدي من الجدار المميت ده وبدأ يستخدم قوته كلها، ولكن فجأة وقع على الأرض والجدار قفل عليه. وفي اللحظة دي بنرجع بالأحداث لسبب وجود تشان في المكان المميت ده. ليمون أمر مجموعة من رجالته تهجم على بيت عائلة تشان لما كان صغير وتخلص عليهم كلهم، وظهر شخص اسمه مينج اللي يبقى والد تشان، وبدأ في محاربة المجرمين عشان ينقذ حياة ابنه الصغير. وقبل ما المجرمين يخلصوا عليهم، مينج هرب ابنه تشان لصديقه يانج وقال له يعتني بيه ويرعاه لحد لما يكبر. فعلا يانج لما اخد تشان قرر يربيه تربيه شديده جدا عشان لما يكبر يبقى عنده قوه تحمل شديده. ومع الوقت كبر تشان وبقى في السن اللي هيدخل فيه المدرسه، فيانج قرر انه يدخله مدرسه شاولين. شاولين دي يا جماعه اخطر مدرسه فنون دفاع عن النفس في العالم عشان يتعلم هناك. وفعلا تشان دخل مدرسه شاولين وبقى تحت رعايه المعلم الاكبر سكار. سكار اخد تشان في جوله في الغابه وقال له انك لازم تتعلم والا هتتعاقب. فتشان بيقول له انت شايف الزرع اللي في النهر ده؟ انت ما تعرفش تجيبه. فالمعلم نط في النهر بسرعه وجابها له. واول ما تشان اخدها قرر ان الزرعه دي هتبقى صديقته الاولى، لان هو ما عندهوش صحاب في المدرسه. تاني يوم لما التلاميذ اتحركت وبدات في التدريبات، تشان كان نايم نوم عميق وما كانش عارف يقوم من على السرير لحد لما استجمع قوته كلها عشان يتدرب. ولما دخل الساحه كان متاخر جدا، فالمعلم كان هيعاقبه عقوبه شديده، بس تشان اعتذر له وقال له انا لسه جديد في المكان. والتدريبات بدات من الاول. تشان كان هو الطفل الوحيد بين جميع التلاميذ، وبسبب كده كل التلاميذ افتكروه ضعيف وما يقدرش يستحمل التدريبات الصعبه دي، ولكن ما يعرفوش انه اتعلم من صغره قوه التحمل واكتسب مهارات خطيره فاجئ بيها كل الموجودين. وبعد فتره طويله تشان كبر وبقى وحش عنده قوه مخيفه في فنون القتال ويقدر يخلص بيها على جيش كامل لوحده. وهنا المعلم الاكبر سكار جمع كل التلاميذ وقال لهم عشان تتخرجوا من مدرسه شاولين لازم تدخلوا اخطر 3 غرف في العالم، وده هيكون الاختبار النهائي. ولكن قبل ما تدخلوا اخطر 3 غرف في العالم لازم تواجهوا مجموعه من التحديات المميته هي اللي هتحدد مين اللي يقدر يدخل الغرف دي. والتحدي الاول بدا وتشان اتحبس داخل جرس ضخم، واتنين من زمايله فضلوا يضربوا الجرس ده بكل قوتهم، ولكن تشان صدم الرهبان بتحمله الرهيب. ولما جه دور زمايله تيمبو ويونج، الاتنين ما استحملوش التحدي لانه كان صعب جدا وخسروا فيه. واول ما تشان نجح في التحدي الاول خرج للساحه وبدا في التجهيزات القتاليه عشان يدخل 3 اخطر غرف في العالم. وفعلا تشان دخلها، وفي الاول ما كانش متوقع انه يكون في حاجه ممكن تكون صعبه عليه لانه مقاتل محترف وعنده خبره كبيره جدا، ولكن اتفاجئ بهجوم اسهم من كل اتجاه واتحاصر حصار شديد. قرر انه يقفل كل الفتحات دي بالاسهم وفعلا قدر انه يعدي، ولكن اتفاجئ انه اتحجز بين جدار من الحديد الحاد والجدار بيقفل عليه بطريقه شديده جدا. ورغم انه عنده مهاره وقوه كبيره الا ان الجدار الحديديه كانت بتقفل عليه بسرعه. وهنا تشان ما كانش عنده اي مخرج وفكر انه يستسلم. لا يا تشان تستسلمش، ولكنه استخدم فن قتال سري اسمه العنكبوت وبدأ في النزول تحت الجدار الحديدي وعرف ينجو بأعجوبة. وبعد ما انتهى قابل صحابه تيمبو ويونغ وطلب من تيمبو الدخول معاه في الغرفة التانية لأنه بعد ما بيخلص بيبقى عنده فرصة للاستعانة بصديق. والاتنين دخلوا تاني أخطر غرفة في العالم، ومن الأول الاتنين مشوا في طريق غامض محتمل إن يكون فيه أفخاخ مميتة. وفجأة ظهر مقاتل مصنوع من الحديد، والمقاتل ده اسمه كنترول، الكنترول الخارق. والكنترول ده ما بيتأثرش بأي ضربات ومستحيل إن حد يغلبه. لكن تشان وتيمبو بدأوا في مواجهة الكنترول واتصدموا إن ضرباتهم ما بتأثرش فيه لحد لما دخل عليهم كنترول تاني. في اللحظة دي الاتنين كان هدفهم الهروب بأي طريقة، اللي هو اجري يا مجدي، وعمل هجوم عشان يفتحوا الطريق. ولكن للأسف فجأة دخل كنترول تالت عليهم. الاتنين فقدوا الأمل بقى هنا يا جماعة وعرفوا إن دي هتكون نهايتهم خلاص. بس تشان شاف ضوء نور في نهاية الغرفة واستخدم ذكائه وهرب من الكنترول التلاتة قبل ما يخلصوا عليهم. ولما مشي في طريق النور كان بيحاول يتحرك ببطء لأن في أفخاخ في كل مكان، وفعلا فخ خطير أصابه وطيروا لطريق الذئاب الذهبية. والذئاب الذهبية دي تابعين للكنترولات.
الدرجات، وبيتميزوا في سرعتهم وخفة حركتهم وضرباتهم المميتة. ولكن تشان استخدم فن قتال العنكبوت وخلص عليهم برضه، وفي الآخر وصل لنهاية تاني أخطر غرفة في العالم، وقابل 3 من الذئاب الذهبية وحيوه على نجاحه. وهنا تشان رجع لصديقه تيمبو لأنه اتضرب من الكونترات ال3 وأخدوه لساحل التدريب عشان يتعالج. بعد كده بنرجع للجنرال ليمون اللي قتل عائلة تشان لما كان صغير. ليمون سمع أخبار عن تقدم تشان واكتسابه المهارات أسطورية، فقرر إنه يبعت قاتل عشان يخلص عليه. وفعلا القاتل ده اقتحم المدرسة، ولكن اللي كان نايم في سرير تشان صديقه تيمبو. وفي آخر لحظة قبل ما يخلص على تيمبو كان كل اللي في المكان شافوه، فتشان اتدخل بسرعة وخلص على القاتل ده في ثواني. بعد كده تشان كان قدامه هدف واحد بس عشان يدخل الغرفة الأخيرة، ودي هتكون أخطر غرفة في العالم، وهدفه إنه يقرأ ويدرس مكتبة شاولين اللي فيها أسرار عن الكونغ فو وتم جمعها على مر العصور القديمة. ولما تشان بدأ في القراية بعد ما كان بيخلص كان بيسيب وقت عشان ينفذ كل اللي اتعلمه من الكتب، وبعد سنوات كتيرة انتهى من جميع مكتبة شاولين بمساعدة صديقه تيمبو، وبقى عنده علم كبير جدا عن الكونغ فو. وبكده المعلم الأكبر قال له انت دلوقتي جاهز لدخول الجحيم المميت واللي هي أخطر غرفة في العالم. وفعلا تشان دخلها، ومن الأول كان لونها أحمر جدا، ولسوء الحظ الجندرالات ال3 ظهروا له تاني وما بيتأثرش من الضرب انتوا عارفين. وتشان أول ما شافهم خاف ومعرفش هيعمل ايه، أما الكنترولات دول ضربوه ودمروه. ورغم كل ده إلا تشان شاف نقطة ضعف الكنترولات دول من خلال القراية اللي كان بيقراها في الكتب، ومسك الجندرالات ال3 المميتة وخلص عليهم. وفي نفس الوقت ده صديقه تيمبو كان في تحدي قوة التحمل مع الذئاب الذهبية، والذئب الذهبي ده كان معاه حديدة ضخمة ضربوا بيها، وتحدى تيمبو انه يستحمل الضرب ويقاوم لحد اخر نفس، وفعلا قدر انه ينجح فيه وقابل صديقه تشان. وبكده هما الاتنين اخيرا وصلوا نهاية الغرفة، ولما اتحركوا فجأة قفل عليهم الباب، وتشان اخد وضعية الاستعداد ومسك الباب وبدأ في رفعه لفوق عشان يفتحه. في الاخر قدروا انه يعدوا، ولكن تيمبو كان لازم هو كمان يواجه الباب، ولحسن الحظ قدر انه يعدي منه بسهولة. بعد كده الاتنين شافوا طبق فيه نار، وعرفوا انهم لازم يمسكوا الطبق ده ويحركوه من مكانه عشان ينجحوا في الاختبار. وتشان قرر انه لازم يضحي بنفسه عشان ينجح، ومسك الطبق الكبير ده بايده الاتنين رغم الحرارة والنار الشديدة وحركه بعيد. اما صديقه تيمبو اضطر انه يعمل زيه عشان يعدوا، وفي الاخر الاتنين نجحوا في اختبار اخطر غرفة في العالم، وبكده يبقوا اتخرجوا من مدرسة شاولين باعلى الدرجات. واول ما الاتنين خرجوا منها تشان كان هدفه الاول انه ينتقم من الجنرال ليمون اللي قتل عيلته وهو صغير، ومشي مع صديقه تيمبو القارب في البحر ووصلهم للمدينة. وهناك لما الاتنين كانوا بيرتاحوا من السفر دخل عليهم بائع صيني، وفي نفس الوقت كان في بنت اسمها لي. البائع كان جاسوس عند جنرال ليمون، وفجأة ضرب تيمبو ضربة شديدة، والبنت اللي كانت معاهم في المكان اللي اسمها لي طلعت خبيرة بالكونغ فو ومسكت البائع ده وضربته. وبالصدفة تيمبو اكتشف ان لي تبقى اخته الصغيرة، وفي اللحظة دي لي اخدت تيمبو وتشان عشان تضيفهم. وفي نفس الوقت ظهر يونج صديقهم لما كانوا في مدرسة شاولين. يونج سلم عليهم وكان فرحان جدا بيهم، وبالليل لما كلهم كانوا نايمين واحد دخل البيت عليهم عشان يخلص عليهم، ولكن لحسن الحظ تيمبو سمع صوته واتحرك عليه بسرعة وبدأ في مواجهته. والقاتل ده اسلوبه في القتال كان زي اسلوب تيمبو بالظبط، ومن قوته عرف يصيب تيمبو وليه. وهنا تشان ظهر زي الوحش ومسك القاتل وقعد يضربه، وفي الاخر لما تشان شال القناع من عليه اكتشف انه يبقى صديقهم يونج، وكلهم اتصدموا وحاولوا يعرفوا عن سبب خيانته ليهم. فقال لهم ان الجنرال ليمون هدد بقتل عيلته لو ما خلصش عليهم، وقبل ما يموت عرفهم مكان جنرال عشان ينتقموا منه. تاني يوم لما تيمبو وليه كانوا ماشيين شافوا في طريقهم واحد من رجالة الجنرال ليمون، فقطعوا عليه الطريق وهجموا عليه. وهنا تشان اتدخل، ده غير ان الجنرال ليمون وصل بنفسه عشان يخلص عليهم. وفعلا بدأ القتال النهائي بين الجنرال ليمون وجنوده وتلاميذ مدرسة شاولين وتشان ويونج ولي. في الاول تيمبو وتشان عملوا هجوم خلى الجنرال يتراجع عشان يمسك بسيفه السحري. السيف ده سريع ممكن يصيب اي حد، وللاسف تشان ضحى بنفسه عشان يواجه الجنرال وسيفه الخطير ده. وتيمبو ولي خلصوا على الجنرال ليمون وخلصوا على كل رجالته، وبعد كده الاتنين اخدوا تشان ورجعوه لمدرسة شاولين. ايه رأيكم في الفيلم؟ لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناة عشان اسمكم يظهر معايا الفيلم اللي جاي، وعشان تشوفوا كل افلامي الجديدة. اشوفكم في فيلم جديد، باي باي.